على الرغم ان النادي الاهلي النهارده تعادل مع فيوتشر وخسر نقطتين في مشوار الدوري، نقطتين يبانوا سهلين، يبانوا في المتناول بعد طبعا الدقيقه 21 والطرد بتاع فيوتشر بتاع عمر كمال عبد الواحد. المباراه سهلت نسبيا على النادي الاهلي، لكن في النهايه النادي الاهلي تعادل مع فيوتشر وخسر نقطتين. لكن انا كواحد اهلاوي لازم اناشيد بكولر النهارده، لازم اديله حقه، لان كولر النهارده وخاصه في الشوط الاولاني وخاصه بعد حاله الطرد عمل حاجتين حسسوني ان هو مدرب كبير، مدرب واقف على الخط مصحصح ومركز وعايش في احداث المباراه. اول حاجه عملها كولر بعد الطرد ان هو بدا يحرر عمرو السوليه، لان عمرو السوليه قبل الطرد كان بيحاول ان هو يتوازن شويه بين الدفاع والهجوم، وان هو ما يهاجمش بشكل مبالغ فيه وما يسيبش حمدي فتحي في نص الملعب لوحده عشان الكونتر اتاك اللي بيلعب عليه فرقه فيوتشر من بدايه المباراه. لكن بعد حاله الطرد وبعد الزياده العدديه والافضليه العدديه للنادي الاهلي، كولر ادى تعليمات لعمرو السوليه ان هو يتحرر هجوميا، ان هو يزيد باستمرار في ال18، وان هو يعمل كثافه عدديه للاعيبه النادي الاهلي في ال18 ويعمل عمق هجومي اكبر للنادي الاهلي. وتحس ان النادي الاهلي بعد حاله الطرد بدا يغير الطريقه من 4-2-3-1 ل 4-1-2-3 ويلعب باثنين صناع العاب، قفشه مايل اكتر ناحيه اليمين ناحيه اكرم توفيق وحسين الشحات، وعمرو السوليه مايل اكتر ناحيه الشمال ناحيه علي معلول وشادي حسين. دي اول حاجه عملها كولر بعد حاله الطرد. تاني حاجه عملها كولر بعد حاله الطرد ان هو بدل وغير مراكز محمد شريف بشادي حسين، لان حس ان التركيبه فيها حاجه غلط، وان شادي حسين مش قادر ان هو يشتغل كجناح بشكل كويس، وان هو امكانياته اقرب ان هو يكون مهاجم في الصندوق، مهاجم نمره 9، وان محمد شريف هو اللي اقرب ان هو يبقى جناح، وان محمد شريف بيلعب المركز دوت كويس جدا، وان هو كان بيلعبه مع الكابتن حلمي طولان لما كان في انبي، وان هو كان بيلعب جناح ويخش في عمق الملعب كمهاجم وهمي، وكان بيلعبها بشكل كويس جدا، وكان من هدافين الدوري، حتى لعبها كويس جدا مع كيروش في كاس العرب. فطبعا محمد شريف هو اللي كان اقرب وافضل ان هو يلعب جناح مش شادي حسين. فالتغييرات الفنيه اللي عملها كولر في قلب الملعب بعد الطرد ادت افضليه فنيه وهجوميه كبيره جدا للنادي الاهلي، وعلى طول بعديها جه الهدف الاول للنادي الاهلي من باص لعمرو السوليه لمحمد شريف ناحيه الشمال، والتكمله والزياده الممتازه لعمرو السوليه في ال18، وخد باص تاني من محمد شريف وعمل عرضيه في ال18، وشادي حسين اشتغل كسترايكر كويس جدا، اشتغل كمحطه كويس جدا وسند الكوره لحسين الشحات، وحسين الشحات من مره واحده على طول الهدف الاول للنادي الاهلي. فكولر بالنسبه لي ادار النهارده المباراه فنيا بشكل كويس جدا، سواء في التغييرات الفنيه في قلب المباراه ولا حتى في التغييرات في الشوط الثاني. والنهارده ما اقدرش الومه على اي حاجه، وما اقدرش احمله النهارده التعادل قدام فيوتشر وخساره نقطتين، لكن اقدر الوم اللعيبه، واللعيبه هي اللي تتحمل النهارده خساره نقطتين في مشوار الدوري، لان في لعيبه استهترت، في لعيبه ريحت في الشوط الثاني، في لعيبه اتدلعت واتكسلت، وطبعا بالاخطاء الساذجه الدفاعيه اللي دايما بنقع فيها واللي دايما بتخسرنا نقاط كتير جدا في الدوري زي السنتين اللي فاتوا.